بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلين وسهلين، واش راكم واش حوالكم؟ على بالي راكم حاصلين وحيرين واش ندير العشاء واش ندير الغدا. رانا والله غير كامل واش ندير العشاء واش ندير الغدا. مالا قلت نجي نطلع عليكم بشويه تاع يعني معجنات. يعني هذا شوفوا صدقوني هذا الخبز والله راه يتكل وحده، يعني سبحان الله العظيم. تحبي حتى يعني ديري معاه غير الحليب برك، يعني يتكل وحده يجي هبل ما شاء الله. مانيش نشكر فيه. نروحوا للمقادير مع بعض. كاينه اللي تقول لك نعرف نديروا منه ومنه، اللي تعرف دير كما يقول لك ربي يزيدها ويزيدها. اما اللي ما تعرفش، كاينه بعض الاخوات اللي قالوا لي احنا نتبعوك ونحبوا تنعتينا وصفاتك نهزوهم عليك تتفضلوا يعني معايا. هنا شتوني زوج كيسان تاع حليب، يعني دافي دافي ماهوش يسخن بزاف، فاتر فقط فاتر. كون ديروا سخون بزاف راح تثبط لكم، راح ما تصلح لكمش. دافي فقط يعني نعتذر على الحس. زوج ملاعق كبار يعني راكم شفتوهم قدامكم، ونص تاع خميره، وزوج ملاعق ونص يعني كبار ثاني تاع سكر. وتخلطيهم مليح، تخلطيهم مليح وتخليهم يخمروا كيما كنا نديروا بكري. بكري نديروا الخميره تاع المطلوب بكري، كنا نديروها في الفنجان وتخليوها تخمر. شتو المطلوب تاع بكري كان يجي ما يجي تاع دوك مليح بصح مش كيما تاع بكري هكذاك. هذه هي الطريقه. هنايا تزيدي تحطيها تكسريها غير بشوي برك. هنا شوفوا الفارينه اللي ما تعرفش كيلطو، شوفوا هنا كيفاش درت الفقاعات هذيك شفتوها. كي تتحصلوا على النتيجه هذه راح يصلح لكم المعجنات تاعكم راح يصلحوا. هنا جبت نص باكي تاع فارينه بالنسبه للاخوات اللي يحبوا الكيلو ما يحبوش الكيلو منا ويقول لك تجينا يابسه وتجينا جاريه. شوفوا الطريقه الاولى، درت نصف كاس عفوا نصف باكي تاع فارينه. وجبت الملح ما تكثريش الملح، ديري عينك هي ميزانك كيما ما ديري، وما تكثرش الفارينه كم على بالكم بها. وتجيبي الزيت سكيلي ثاني بالملعقه. الطريقه راهي سهله وما تديش، يعني هنا الملعقه الثانيه وهنا الثالثه وهنا الرابعه. هنايا درت 4 ملاعق تاع زيت، 4 ملاعق يعني ما يديش اصلا ما ديري فيه لا بيض لا صدقوني. والبنه يجي ما شاء الله. شوفوا لهنا كيفاش راهي تخمر، نعطيكم بالملعقه شتو راهي تخمر وتطلع فهمتوني. دوك لهنا زيدي تحركيها مليح وتخليها زيت تخمر. الزيت تخمر، ما تخلطيش فارينه مليح مليح دخليها مليح شوي برك. تقريبا الخدمه تاعها تشبه في هكذا تقريبا زلابيه. شوفوا لهنايا بكري كانوا الخمور هذا يخليوه يبات 7 ايام يبات خمور تاع زلابيه. يعني احنا هذا ماهوش تاع زلابيه تاع خبز. وهنا تولي تعاودي تكسريها يعني شوي شوي تخبطي لها الخمور هذاك تاعها، وتولي تضيفي لها الفارينه بالملاعق. يعني طريقه سهله جدا. يعني بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي ما يصلحوناش، كاينه واحده الاخت كنت تلاقيتها صحيه كبيره ليها وراهي خدامه قالت لي ما يصلحوليش المعجنات ديما يجيوني يابسين ما يصلحوليش. انا نصحتك حبيبتي تبعي الطريقه هذه باذن الله تصلح لك باذن الله تعالى. ممكن انت عندك طرق اخرى، وهنا الطرق راهي تختلف، اي كل وحده كيفاش تخدم. كاينه لهنا اللي تستعمل بيترا، ما نستعملهاش انا نستعمل هكذا قدامكم او كلش قدامكم يعني. كاين اللي يستعملوا يعني كل وحده كيفاش تستعمل الطرق تاعها. كاينه اللي تخلط مباشره، كل وحده كيفاه دير. يعني ماناش اكل في نفس الراي وماناش اكل في، وكل وحده وكيفاش خدمتها. وهذه تهز على هذه وهي رايحه وخلاص. يعني وحده تهز على وحده وهي رايحه. طبعا استعيني بالزيت، يعني هنا كنت استعنت بالزيت، والزيت دائما تستعيني به مش ماشي تروحي تكثري كميات هائله ثاني الزيت ويلعب دور. كنت تروحي تكثري ويفسدها لك. ديري الزيت فقط في يدك فقط. شوفي هنا ما تعجنيهش هكا فقط، شغل لميه وزيدي فارينه بشويه بشويه، ما تزيديش بزاف. هنا رانا ما ضفناش بزاف فارينه يا ربي. هنا راني شوفوا درت عيني هي ميزاني بصح راهم 3 ملاعق 3 ملاعق نورمالمون 3 الى 4. تنشفي خفيف برك، تلمي برك مش تعجنيه تلمي فقط، يعني ماهوش عجين. قلت لكم نهضرها يعني ونعاودها بالنسبه لبعض الاخوات اللي قالوا لي احنا الوصفات منهم نعرفهم. كل وحده كيفاه دير، كل وحده كيفاه الوصفه تاعها، كل وحده كيفاش طريقه العمل تاعها. وكاينين بنات جايين دوكا تلقاهم ما يعرفوش الحوايج هادو. وكل وحده كيفاش تحب تتعلم، كل وحده كيفاش تحب، كل وحده لما تطراح ولا ما تشتي تشوف ولا ما تشتي تهز. يعني كل وحده حره. هنا درت الزيت في الباسينه شاتوني وساعدت فقط، ماشي تروحي ثاني تعمريها عفوا. تغطيها وتخليها تغمر. شوفوا هنا راهي خمرت
الباسينه راهي كبيره فقط بنت لكم. ها شوفوا، وجات خفيفه خفيفه اون جنسيها راني ما عجنتهاش. حذاري المعجنات ما تعجنوهمش، كاينين اللي تعجنوا بصح هذه النوعيه تاع الفرينه، فرينه اصلا ما تعجنش. فرينه ادلكي بيدك برك، فرينه اللي عجنتيها فزتيها. وهنا نجي نلوزهم يعني بالطريقه هذه. هنايا وكل وحده ما تحبي تصغري تحبي تكبري. هنا راني درتهم كامل في البلاطو هذا، ومن بعد وليت يعني درت غير 3 لقيتو ما يكفينيش. دهنته بالزيت طبعا. واللي تحب دير ورقه طهي دير ورقه طهي. انا دائما ورقه طهي نستغنى عليه. ما نشتيش نخدم به، ما نشتيش الريحه نتاعو. فيه واحد الريحه هاك ورق الزبده داك، تجي الماكله تاعو فيه واحد الريحه هاك ما نشتيهش. كل وحده كيفاه. دائما خشتوني نستعمل الزيت. يعني ورق الطهي نقدروا نستعملوه عنده سماناته يعني بصح. وانايا كنت نحيت يعني خليت غير 3 حطيتهم ومن بعد يعني لوثتهم، بعد درت في بلاطوات واحد اخرين وخليت غير 3. هنا الشكل تشكلي كيما تحبي تتبعي الطريقه تاعي ولا تبدعي انت في الابداع نتاعك. انا ليسونسيال مديت لك يعني الوصفه الطريقه الناجحه بالنسبه للاخوات اللي ما يصلحوا لهمش المعجنات، وكل وحده وطريقتها ولكم طرق تختلف. وراه ساهل وما يديش يعني يا اللي تقولي الغلاو منا ومنا. قالت لي واحد الاخت، قلت لها اختي انا ما كاين والو يعني، او ساهل وما يديش يعني تقدر اي وحده ديرو. شويه فرينه وشويه زيت وشويه ملح وانت زاهيه ومزهيه ولادك. وشوفوا هذا النوعيه ياكلوه الاطفال ويشبعوا يعني ما يشيطوكش هكا بالله. ويجي صدقوني يجي شتو البيتزا تقريبا ذوق البيتزا. ودهنته يعني بصفار البيض. صفار البيض طبعا ثاني قلت لكم مش تروحي تكثري ديري كميات هائله. هنا قلت لكم انا كنت درت هكا وانتم ديروا كما تحبوا. تزيين يعني بسيط. هنا جبت الجبن، هذا راه فرماج راه تاع البيدون. ديما نقول لكم تاع البيدون. شوفوا اللي تحب دير المعجنات ديما تاع البيدون راه نورمالمون 75,000 ماهوش غالي، وبيدون راه يجيب لكم مده. ماشي كيما تروحوا تشريو كل دقيقه تشري، راه يجيب مده تخدمي به المعجنات، تخدمي به البيتزا، تخدمي به لي سوفلي طاكوس كلش. تاع البيدون راه مليح. والموندور يعني هذاك الموندور الازرق هنا تكوني بصح تخلطيه يعني شويه بالفوي به ديري في لابوش هذه. ها فرماج يعني بحدو. انا درت السينوج، نتوما ديروا جلجلانيه، ديروا سمسم، ديروا واش تحبوا. قلت لكم راي لكم. هنا هاني كنت درتهم بالجراره كما نقولها ولا موس ولا هكذا. درتهم يعني مربعات. قلت لكم اشكال كما تحبوا. والسر راه في الجبن يعني صدقوني هذا هايل. وبالنسبه للموندور اللي قالت لي الجبن يعني اللي قالت لي لما خبيته في الكونجيلاتور وزاد لي الكونجيلاتور جامي الجبن تاع الموندور يتخبى في الكونجيلاتور. خبيه لتحت وكي تعمليه ولي قلبي الباطا على وجهها فقط. ديما نقولها لكم يقعد هو ما يطلق لك هذاك الماء ما يفزدش يعني عادي الماء راه نتاعو. شوفوا لهنا جاي شاهيسكم في الجنه وما شاء الله. والله صدقوني غير تاكليه هكذا وحده وشوفوا واش هشيش تاكليه وحده يعني اون تاكلي في بيتزا ولا ما فيهاش غير لاصوص طوماط. شوفوا صدقوني دي شهي يعني ما يعني قلت لكم عن تجربه. عفوا. بالنسبه للاخت يعني الاخت وكاينين اخوات بزاف اللي ما يصلحوا لهمش المعجنات يعني تبعوا الطريقه هذه ممكن تلقاو راسكم يعني طرق بزاف في اليوتيوب القنوات بزاف وكل وحده والطريقه تاعها. انا عطيتكم الطريقه هذه ممكن تلقاو فيها راسكم. صدقوني مي هذا واش نقول لكم هذا يعني لا محمد رسول الله هذا بيتزا يعني ذوق اخر جا هايل. ما تصوروش يعني كيفاش جا. مانيش نفوخ لكم راني نهضر لكم يعني بكل صراحه يعني ذوقا وشكلا. صدقوني جربوهم وان شاء الله يعجبكم وما تندموش عليهم. وهذه لاباط تقدري تستعملي بها كلش كيما انا استعملت منها هذوما واستعملت هذو حشيتهم درت لهم شويه كونفيتور من فوق شويه سكر كلاص. وتحبي ديري كاوكاو ديري. حشيتهم بالشوكولا يعني. هذوك درتهم للعشاء وهذوك درتهم للاطفال للكوتي تاع العشيه للاطفال. شوفوا حشيت لهم شويه تاع شوكولا من الداخل برك يعني ما نقول لكم حوايج ما يكلفوش وبسيطين ما يكلفوش خلاص هاي غير فارينه برك ويلا ان شاء الله تجربوا ويعجبكم.